الناس هتسأل تقول ايه ده، واحدة اتخلعت عشان جوزها رفض يجيب لها طيب؟ اقول لكم وللاسف انا عن نفسي كنت مستغربة ان في واحدة ممكن تهدم حياة زوجية علشان خاطر رفض يجيب لها طيب. الموضوع كله بدأ ان السيدة دي كانت حامل، واكتشفنا ان ده مرض نفسي اسمه اضطراب بيكا. وطبعا اي حد من الاساتذه النفسيين هيبقوا عارفين ان ده اضطراب نفسي يصيب المراه الحامل، او يصيب بيبقى اضطراب بيخليها تاكل. في ناس بتاكل حديد، في ناس ممكن ناس تاكل حاجات معدنيه. الست دي كان اضطرابها اضطراب بيكا، كانت بتاكل طين، نوع من انواع الطين المقرمشات زي السناكس، بيتجاب من السودان او من اي حاجه فيها مكان طين. والزوجه اكتشفت الموضوع ده بعد فتره الحمل، والزوج اكتشف ان دي كانت بتتباع بالكيلوات، والكيلو بتاعها غالي جدا وخارج امكانياته. ولما رفض يجيب لها الطين، من هنا بدات المشاكل. قالت له لا ده انت بخيل. قال لها بخيل ايه؟ هل هو الطين ده من اساسيات الحياه، اكل وشرب؟ لا طبعا. من هنا كانت المشكله. الزوجه تركت مسكن الزوجيه، وبعدها الزوج اتفاجئ ان هو مرفوع عليه دعوى خلع عشان رفض يجيب لها طين. يا جماعه احنا وصلنا للتفاهه ان انا اخرب بيتي واخرب حياتي الزوجيه عشان طين؟ انا عن نفسي كنت مفكره الطين بتاع الارض، لا طلع طين معين مخصوص مقرمش الست بتاكله. وبرده من ضمن الدعاوي اللي كانت بالنسبه لي برده غريبه وطريفه في نفس الوقت، سيده طلبت الخلع عشان جوزها ما بيستحماش، والنظافه من الايمان. انا برضو نفس الكلام قلت لها يعني ايه ما بيستحماش؟ قالت لي ما بيستحماش، قالت لي دايما ريحته وحشه، مش مهتم بنظافته الشخصيه. قلت لها طب انت حاولتي توجهيه؟ قالت انا كنت بجيب له في عيد ميلاده شامبو ليفا عشان يحس على دمه ان هو يستحمى، ولكن الموضوع تطرق لمشاكل لشد وجذب. قالت لدرجه زمايله في الشغل كانوا برضو يعني بيقولوا له يعني انت ما بتتوضاش وما بتصليش، فهي على كلامها هي بتقول ولا بيتوضا ولا بيصلي. قالت لي حتى الميه بيقول انا عندي قال ايه مرض يعني عندي حساسيه تمنعني ان انا في ميه تيجي عليا. قلت لها الموضوع ده بجد؟ قالت لي لا. قالت لي هو كلامه كله كذب، قالت لي هو ضد الميه وضد ان هو يستحمى، ضد النظافه. قالت لي ريحته صعبه جدا. قالت لي وانا وجهته كذا مره وللاسف رفض، وكان بيرد عليا بالتعنيف لدرجه ان هو اعتدى عليا بالضرب عشان ان انا بوجهه. فانا بالنسبه لي النوعيات دي فعلا موجوده على ارض الواقع. الناس تشوف المانشات يقول لك الحاجات دي موجوده، لا اقول لكم يا جماعه محكمه الاسره مليئه بالدعاوى الغريبه. هندخل على الدعوه الثالثه اللي بالنسبه لي يعني مش هقول لكم الموضوع كان فيها كوميدي، ان الزوج اتخلع بقاله سنه وهو لم يعلم ان هو مخلوع. واكتشفنا بالصدفة وانا وهو رايحين نكشف عليه في محكمة الأسرة، اكتشفنا ان هو مخلوع بقاله سنة، على الرغم ان هو ملتزم بمصاريفه وملتزم بكل حاجة. الزوج طبعا كان في حالة ذهول، ان هو كان بيقول ان انا ملتزم بدفع نفقات الولاد ونفقتها هي، وكانت بتكلمني ان هو عادي مفيش اي حاجة. فعشان كده دايما انا كنت بفضل اقول محكمة الأسرة ما نحكمش على العناوين اللي احنا بنشوفها في المواقع، جوه الحدوته وجوه القصه حاجات تانية بتمس سواء المدعي او المدعى عليه. وانا بصفتي كمحاميه مش هقدر اقول لكم انا ولا مع الطرف ده ولا مع الطرف ده. انا ضد دايما ان الحياه الزوجيه يتم هدمها بسبب تافه او سبب عبيط. فعشان كده دايما افضل اقول نتأنى وناخد بالنا. هدم الحياه الزوجيه مش حاجه مش حلوه، وان انا ابقى فرحانه كست اروح محكمه الاسره واسقف بقى اقول الله اصل انا اتخلعت من جوزي، اصل انا مش عارفه عملت ايه. لا يا جماعه الحاجات دي مش احسن حاجه، لازم نتروع. هدم البيوت مش سهل، فلازم نعرف احنا بنعمل ايه قبل اي خطوه.